مرحبا، هالمرة جايبتلكم طريقة الكريزة أو الحلاوة الحمراء. رح نحكي بسم الله ونبلش. طبعا إن شاء الله تكون مكوناتها كلها عند بيوتكم. هي كاسة سميد، لا هو ناعم ولا هو خشن، مع كاسة سكر. المية حسب نوع سميدك، ممكن في سميد ما بيستوعب مية كتير، في سميد ما شاء الله بيستوعب. أنا هون من كاسة ونص لكاستين حركتهم هيك على البارد لخلتهم يدوبوا كويس ويتجانسوا. وحطيت اللون، ممكن تحط اللون اللي بدك اياه. انا حبيت احط اللون الاخضر، يعني انا بحب كتير اللون الاخضر. شايفين كيف رائع بجنن. خلتهم يذوبوا على البارد ونزلتهم على الغاز وبلشت احرك. طبعا نفس مبدأ ليالي لبنان، بدلك تحركي وبتحسي ايدك بلشت تتقل، هي انت ايدك ما تعبت، لا هي بلش السمين يستوي. حطيت ماء الورد على السخن عشان تطلع ريحته تكون رائعة. شايفين هاي الفقاعات انه هيك انت استوى. اذا حسيتيه خفيف زيدي سميد عادي، ما في مشكلة. بتحطيه ليبرد تماما. بتشكل معك هاي الطبقة اللي فوق هيك زي الخفيفة، هيك زي الناشفة، تحسي انه هيك عشان يستوعب الطبقة الثانية. الطبقة الثانية أن أي لون بدك إياه. أنا اخترت اللون الأحمر. حطيت كاسة سميد نفس الشي وكاسة سكر ومية، وحطيناها نفس الشي على البارد وضفنا ماء الورد. بعدين سكبتها فوق الطبقة الأولى. شايفين كيف لونهم ما أحلاهم مع بعض. نتركهم ليبردوا وبزينهم بجوز الهند. حلاوة سوري، الحلاوة الحمراء أو الكريزة بتحب الجوز الهند. حطيت حرف بنتي. بعدين دخلناهم على الثلاجة ليبردوا تماما. شايفين كيف تقطع معك بالسكينة، ما طلع معها فيها ولا إشي، يعني خلاص هيك نشف. سوري، بردت تماما وصارت قوامها ممتاز. شايفين كيف طبعا طعمها مو طبيعي، كتير زاكي. في هيك في بتيجي أو حلقوم بيجي طبقتين نفس الحلاوة الحمرا هاي. جربوها صبايا، مكوناتها سهلة، وهلأ بالشتا الناس بتحب الأشياء الزاكية. جربوها ولا تنسونا من اللايك والشير والسبسكرايب. يسلموا كتير على المتابعة.